فاجعة جديدة تهز القصري بعد هارون الله يرحمه. سمعنا خبر وفاة زينب قاسمي. زينب قاسمي 14 سنة، تقرأ في السنة الثامنة أساسي. زينب قاسمي اتحدت كل الظروف والصعاب باش تنجح في قرايتها. كل يوم تقوم الصباح تخرج من دارهم في منطقة اسمها بولحناش، تمشي مسافة 5 كيلومتر على ساقيه باش توصل للمعهد في تالة، وفي العشية تروح من المعهد وتقطع نفس المسافة 5 كيلومتر اللي قطعتهم الصباح باش تروح لدار. والدولة كيف العادة مهمشة المناطق الفقيرة، خاصة مناطق الشمال الغربي، ومش قادرة توفر حافلة لنقل التلاميذ من منازلهم إلى المعهد. التلميذ اللي تراهن عليه الدول باش يكون مستقبل البلاد في تونس مهمش ومش لاقي أبسط حقوق. زينب كانت كل يوم تقطع مسافة 10 كيلومتر ذهابا وإيابا للمعهد، بغض النظر عن حالة الطقس سخون ولا بارد. في كثير من الأحيان توصل المعهد وهي مبلولة، ثنية كاملة والمطر تجبد عليها، وتعدي نهار الكل وهي ترعش من البرد وتمرض وتقرب، لكن ما تمشيش تعدي على خاطر السبيطار في حد ذاته بعيد عليهم وما عندهمش وسائل نقل توصلهم ليه. فتبقى زينب مريضة حتى رب يجيب لها الشفاء. ورغم هذا الكل زينب كانت متميزة في دراستها، وكانت هي الأولى في القسم ديما، وكانت محل فخر لأساتذتها. كانت هي فعلا النموذج اللي الأساتذة يحبوا يشوفوه، نموذج التلميذة الناجحة النابغة القراية اللي ما تغيبش على دروسها وديما تقعد في الطاولة الأولى، ومعادلاتها ديما من أحسن معادلات رغم كل ما تمر به كل يوم من معاناة. هي فعلا التلميذة الكادحة. التميز هذا كان سبب معاناة زينب، كان السبب الرئيسي اللي خلى أصحابها يتنمروا عليها، ما كانوش قادرين يجيبوا معادل كيفها، وفي بلاصة يتقربوا منها باش يستفادوا ويتعلموا منها ولاو يتنمروا عليها ويعايروا فيها بفقرها، يضحكوا على لبستها المتواضعة وحذائها الرث من كثر المشي، ويتنمروا عليها كيفاش توصل للمدرسة منفخة بالمطر وحوايجها يقطروا بالماء، يضحكوا عليها كيفاش تبدأ ترعش بالبرد وسط القسم وهي ما عندهاش كبوت باهي يحميها من البرد، ويستهزئوا بها كيف توصل تنكت بالعرق الصباح وقت تبدأ الدنيا سخونة، ويضحكوا على كرتابلتها المقطعة والكسكروت المتواضعة اللي تاكلوا في الشارع. والظروف هذه خلقت عقدة نفسية عند زينب، عقدة نفسية ما نجمتش تتجوزها، وقررت في لحظة ضعف إنها تعمل حد لمعاناتها وتنهي حياتها. وفي لحظة يأس أنهت زينب حياتها شنقا بمنزلها. الله يرحم زينب ويصبر أهلها. هذه حالة تونس، أو بالأحرى هذه حالة الأرياف في تونس، صفر عناية من طرف الدولة، صغار تعبين وكبار تعبين. الله يقدر الخير ونخليكم في أمان الله.